مساء الفل يا مجاوري. ايه يا عم، كاس العرب خلصت اهو والنهائي خلص والجوائز اتوزعت وما سمعناش تحليلاتك وارائك القيمه. صلى على النبي. جاب لي اي كلام يعني. الله اكبر الله اكبر على رجاله المنتخب المغربي. ابويا ادي ابويا قال اداء دي وقال روح دي وقال تكتيك دي، هي دي الكوره يا باشا. يا اخي يا اخي والله الواحد اما يفكر تيجوا المره الجايه تلاقوني معلق ال 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 العلم بتاع المنتخب المغربي على الجزقه اللي قدام المكان دي. ايه يا راجل الحلاوه دي؟ تيجي بقى يا عمنا للجماعه بتوع منتخب الاردن النشامه حبايبنا، الله اكبر عليهم على ادائهم من اول البطوله. اداء ورجوله مفيش ولا اي كلام. بس معلش يعني الجماعه بتوع منتخب المغرب عارفين نفسهم كويس ومستعدين من زمان قوي قوي للبطولات وعاملين رؤيه شامله يا باشا. وكلنا شفنا في كاس العالم اللي فاتت عملوا ايه. تتعوض يا رجاله يا بتوع الاردن في بطوله كاس العالم اللي جايه، ان شاء الله تشرفونا وتعملوا اداء بطولي يفرحنا ويفرح كل العرب يا رجال. تيجي بقى تسألني تقول لي يا عم مغاوري حط لي عنوان للماتش بتاع النهارده، هقول لك يا باشا دوس بنزين وانا مستنيك عند الكمين يا كبير. المغرب عملت الكمين المتين للجماعة النشامة. اي نعم الحماس الاردني وداهم للنهائي، بس المغرب عمل له الكمين المتين بالرغم من ان الاردن غيرت خطتها وحطت لهم 5 في نص الملعب عشان يسيطروا على نص الملعب يا باشا. ده المتين اللي عملوه له ده بقى المغاربة ان هم سابوهم يسيطروا، والمغاربة كانوا هادين تماما وانجد الكورة ويتعب يا كبير. ده حتى عندك في أول الماتش عمك أبو ليلى حارس المرمى كان متحمس بزيادة عن اللزوم تلقاه ولا حاجة، راح كمان طلع اللي قدامه وسايب له الجون فاضي. يا ابني ينفع اللي انت عملته ده يا عم؟ راح جامع عمك الطنان لضرب واحدة لوب في الهلاهوب خالص. المباراة دي بالظبط كانت بين الفن والعنا عن يا أخويا، واكتشفنا كلنا إن الفوز فن مش عنا عن. منتخب المغرب طول البطولة واخدها بكل هدوء وتنظيم وتخطيط وضرب مثال لكل العرب. واخد بالك انت اللي في بالي؟ المغرب راح بالفريق التاني ورجع بالكاس ها. خد بالك مدرب المغرب ده مدرب ذكي وقادر يتعامل مع حماس الأردن صح، وكان شايل جنبه على الدكة بره واحد خبرة تقيلة جوي زي حمد الله. عبر ازاي اخويا اللي خلصها ونزل ولع الماتش في النهاية. ألف مبروك لإخواتنا المغاربة وإن شاء الله تشرفونا في كأس العالم اللي جاي، وربنا يسترها علينا في اللي جاي احنا كمان. يا رب يعملوا لنا الرؤية بقى ونخلص. تيجي تسألني وتقول لي يا عم مغاوري انت من امتى كان ليك في التحرير والكورة؟ هقول لك معلش يا اخويا اصل انا بقيت اتابع عم تامر البدوي واخويا الاستاذ احمد ابو عز، الله يبارك لهم، نصحونا ووعوا دماغنا في الكورة. وان شاء الله استنوني في القعدة الجاية هنتكلم عن نشوف عن ايه في المباراة الجاية.